في فترة التمانينات الدراما المصرية قدمت لينا مجموعة من المسلسلات الاجتماعية زي الشهد والدموع وأبو العلا البشري. معظم النجاحات دي كانت من نصيب عراب الدراما أسامة أنور عكاشة، لكن ما كانش فيه مسلسل قصته بتحكي عن المشاكل اللي بتواجه الأسرة في تربية أولادهم. وفي سنة 1994 اتعرض مسلسل يوميات ونيس، وبيقرر محمد صبحي إنه يجسد شخصيته الحقيقية في عمل درامي. لو بصيت على ونيس هتلاقيه واخد كتير من محمد صبحي في مثاليته وثقافته وفلسفته، وده طبيعي لأن محمد صبحي شارك في كتابة المسلسل وقرر إنه يدي شخصية ونيس من روحه. حدوتة مسلسلنا بتحكي عن ونيس وميسة اللي بيحاولوا يربوا أولادهم تربية كويسة، لكن ده ما بيكونش بسهولة. وعلى مدار أحداث المسلسل بنشوف ونيس وميسة وهما بيواجهوا مشاكل في تربية أولادهم: جهاد وعز الدين وشرف الدين وهدى. من مميزات المسلسل انك عيل، قصدي انك ضيف، قصدي يعني آه، إنك هتلاقي كل حلقة بتتكلم عن قضية معينة زي الكذب والغيرة والبخل. ده شيك ب 5000 جنيه تحت الحساب. شكرا يا استاذ. ايه يا عبد الله؟ ايه يا عبد الله؟ انا لسه ما خرجتش، كنت هقبل. يوميات ونيس قدم لينا شخصيات كوميدية كتير زي خلة القلة وثروة أبو تلاتة وعبد الله وعبلة الهبلة. شعبان حسين قدر يقدم أداء قوي في شخصية ثروت، خلاه واحد من أهم شخصيات المسلسل اللي ما ينفعش تغيب عن أجزائه. بداية ظهور ثروت كانت في الجزء الأول. ثروت بالرغم إنه غني إلا إنه عنده عقدة، ما بيحبش حد يكون عنده حاجة هو مش عنده زيها. وده بالظبط اللي ظهر لينا في الحلقة اللي ونيس زاره فيها وقال له إنه عنده بيلي. لما لقاه بيتفاخر بكل الألعاب اللي هو جايبها فونيس بيغيظه وبيقوله إن هو عنده بيلي، وهنا ثروت بيقدر يجيب له كيس بيلي كبير. نفس الموضوع اتكرر مع ثروت لما كان بيصطاد سمك، وونيس اصطاد كل السمك بمساعدة الواد السماك طبعا. نفس العقدة دي ورثها ابنه امتياز اللي ثروت بعته لونيس عشان يربيه، ورغم انه طلع عينه في البداية لكن ونيس نجح في النهاية. انا مش فاهم يا زينات، ما دام انت مش قد المشكله. في يوميات ونيس شفنا الجيران الرخمة اللي زي خليل ومراته زينات وعبلة. هي الأسرة كلها كانت رخمة. خلال إلا زي ما بيسميه ونيس كان من أكتر الشخصيات الحقودة اللي بتكره ونيس من غير سبب، وبرغم إنه كمان شايف ونيس راجل معندوش دم إلا إن ونيس ساعده لما بيتهم وقع. وبتستمر شخصية خليل معانا لحد الجزء السابع، ولكن بعد ذلك بتموت الشخصية بعد وفاة محمود أبو زيد. رمز الغباء في ونيس هو عبد الله. شخصية عبد الله اللي قدمها لينا عبد الله مشرف كان أول ظهور ليها كان في الجزء التاني. عبد الله في أول مشهد كان رايح عند ونيس عشان يدور له على شغل، وفي نفس الوقت ونيس كان عاطل ومطرود من شغله وفاكر عبد الله جايب له شغل. ولحد الجزء التالت بيفضل عبد الله زي ما هو فقير محلتوش اللضا، لغاية ما في الجزء الرابع بتتغير كل حاجة في حياته وبيورث وبيبقى غني. وهنا عبد الله بيقرر انه يوسع دايرة غبائه وبيتجوز من عبلة الهبلة اللي يوم فرحها وقعت شعرها. انت ناسي ماما قالت ايه؟ قالت في فرق توقيت بيننا وبين امريكا 8 ساعات، يعني دلوقتي بالظبط يبقى نكلمها. خد بالك انا ما كلمتش. على مدار 8 أجزاء من المسلسل ودعنا كتير من الشخصيات اللي احنا بنحبها، لكن أكتر شخصية غيابها أثر على المسلسل كانت شخصية ماما ميسة. بعد وفاة الفنانة سعاد نصر قرر محمد صبحي إنه يموت الشخصية، واللي شاف الأجزاء الجديدة من ونيس هيعرف إن غياب سعاد نصر كان مؤثر وفارق جدا في العمل. بعد ما بينتهي الجزء الخامس في سنة 2009 بيقرر محمد صبحي يرجع تاني للدراما بجزء جديد من يوميات ونيس بعنوان ونيس وأحفاده. وفي الجزء ده بتكون مرت فترة زمنية كبيرة بعد وفاة ميسة وجواز أولادها، وكمان بنشوف علاقة ونيس مع أحفاده. كمان بنشوف في الجزء ده شخصيات جديدة زي لميس وزي أحلام. وفي الجزء السابع شفنا ونيس وأيام، وفي الجزء ده ظهر شخصيات جديدة زي شيراز وشاكيرا وولادها. وبتنتهي رحلة ونيس مع الجزء الثامن اللي كان بعنوان ونيس والبلاد وأحوال العباد. ده كان فتحة خير عليا. لو اتكلمنا عن أكتر الحلقات الحلوة في يوميات ونيس فلازم نقول الحلقة الأخيرة من الجزء الثاني. وفي الحلقة دي عم عبده راهن البيت، بعدها بنشوف أبطالنا وهما بيتكاتفوا مع بعض عشان يجمعوا فلوس يفكوا بيها رهنية البيت. شوفنا عز الدين بيسيب كليته وبيروح يشتغل جرسون، وشرف الدين راح يشتغل في ورشة، وأبو الفضل خد عبد الله وكانوا بيشتغلوا سواقين، وقدروا يجمعوا فلوس البيت في الآخر لما جهاد كسبت المركز الأول في المسابقة عن روايتها يوميات ونيس وخدت 20,000 جنيه. لو اتكلمنا عن أحسن الأجزاء في يوميات ونيس لازم نقول الجزء الثالث. في الجزء ده أحداثه كانت كلها بتدور في الحارة، وشوفنا فيه عودة خليل وفريد. في الجزء ده شوفنا حاجات من الواقع زي قضية اللحوم الفاسدة اللي خدها المسلسل وقدمها لينا في تويست الكف.
شفنا في المسلسل ظهور مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف زي علاء ولي الدين ولطفي لبيب وعبد المنعم مدبولي. في الجزء الخامس من المسلسل ناقش قضية أطفال الشوارع، وهنا ونيس قرر يحل المشكلة لما جمع الأطفال وبدأ يعلمهم القيم والمبادئ زي ما علمها لولاده. أكتر صفة ميزت ونيس غير مثاليته هي الإخلاص، حتى بعد ما مراته ميسة ماتت ونيس فضل مخلص ليها ورفض إنه يتجوز حد بعدها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حدوتتنا. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة، وكمان فعلوا زر الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد.